عارف ان الخوف ممكن يكون صديقك الاوفى، وده بجد على فكره مش هزار. في حياتك هتقابل نوعين من الصحاب، نوع كلامنجي ونوع وقت الجد سداد. الخوف بقى من النوع التاني. الفكره ان الخوف مش بس سداد، لا ده بجد قادر ان هو يشقلب حياتك للافضل. بس احنا ليه بنخاف؟ وايه هو الخوف؟ وعشان اجاوبك هديك مثال. دلوقتي انت ماشي بالليل في شارع ضلمه، ومره واحده طلع لك كلب وبدا انه يهوهو عليك. مره واحده بيحصل لك صدمه، انت مش عارف ايه اللي بيحصل. مخك مره واحده بيحصل له نوع من انواع الهلع. فاكرين في الحلقه اللي فاتت بتاعت حريه الاراده لما قلت لكم ان المخ هو المسيطر الاكبر على الانسان؟ في اوقات معينه بقى الخوف بيكون هو الاسرع وبيكون هو المسيطر الاول. وبكل بساطه ده بيوضح لك مدى تاثير الخوف عليه، ان هو بيسيطر على المخ اللي هو اصلا بيسيطر عليه. طب هو الخوف اصلا بيشتغل ازاي؟ الموضوع بيحصل في خطوتين. الخطوه الاولانيه بيحصل لك موقف مش طبيعي، فالمخ بيبدا ان هو يلتقط اشارات. والخطوه الثانيه ان بتبدا الغده الكظريه ان هي تطلع ادرينالين، بس بيكون بشكل قوي جدا علشان يخليك تعمل حاجات معينه، زي ان انت تجري او تنط او تواجه. وعلشان كده بتيجي للخطوه الثالثه اللي هي جسمك بيكون في وضع الفايت اور فلايت. طبعا كل التصرفات دي بتحصل في اجزاء من ثانيه، وانت نفسك جسمك بيتحرك في ثواني قليله جدا. الخوف مش ضعف ومش حاجه نخجل منها. الخوف هو نظام بيولوجي ربنا خلقه فينا علشان خاطر يحمينا في اوقات كتيره جدا. مش بس يحمينا، لا ده كمان بينقذنا. ما تستغربش، تعال اقول لك كده على سيناريو وانت بنفسك شوف اذا كان هينقذك ولا لا. في يوم من الايام انت كشاب راجع من الشغل متاخر، وماشي في شارع تقريبا شبه ضلمه او عدد الانوار اللي فيه قليل جدا. مره واحده بدات تحس ان وراك في خطوات بتقرب منك. طبعا الدنيا ضلمه والشوارع فاضيه، فانت مش عارف ايه اللي بيحصل. ويا بقى لو انت حاطط سماعات كمان في ودانك، فمش داري اصلا باللي حواليك. بس الصوت بتاع الخطوات ده مره واحده بدا ان هو يعلى ويقرب منك اكتر واكتر. الخوف هنا بيبدا يشتغل، فبيخلي قلبك يدق بشكل اسرع، جسمك من الادرينالين بيبدا ان هو يرتعش، ومخك بيبدا يزن لا اما تجري لا اما تلف وتواجه. وده بكل بساطه علشان ما تتاخدش على اخوانك. فلو انت لفيت وواجهت وشفت ايه اللي قدامك، يبقى عندك فرصه ان انت تدافع عن نفسك. ولو انت جريت لاقرب محل، فانت كده انقذت نفسك. تخيل كده ان انت خدت السيناريو الثاني وجريت لاقرب محل، وبعد دقيقه ظهر في الكاميرات ان في واحد كان فعلا بيطاردك، والشخص ده كان مسجل خطر وماسك في ايده سلاح. متخيل السيناريو اللي كان يحصل لك لو كان ضربك من ظهرك وانت في شارع ضلمه؟ يعني ما كانش حد هيلحقك. فالخوف هنا هو العامل الاساسي والوحيد تقريبا اللي انقذك. لان في النظريه بتاعت فايت اور فلايت، واللي بكل بساطه بتعني لا اما تجري لا اما تواجه، جسمك بيتصرف بشكل تلقائي. انت حرفيا بتجري وانت مش عارف اساسا الطاقه اللي عندك دي جت منين. ده بالظبط نفس اللي بيحصل لما بيكون في عربيه جايه عليك بسرعه كبيره، تلاقي نفسك بتتفاداها بشكل انت مش عارف ازاي ده حصل. تقدر تقول كده ان هي حاجه شبه الغريزه الطائقه اللي ظهرت في انمي دراجون بول سوبر. الانسان بطبعه بيحب المغامره، فالخوف ده هو المؤشر اللي بيخليك تحترم حدودك، واللي بيعرفك ان الحاجه دي انت مش هتقدر عليها ولازم توقف. بس طبعا كلنا عارفين ان خير الامور اوسطها. فالخوف لما بيكون بزياده ده بيكون عامل سلبي عليك، بالعكس ده بيخليك ما تعيش حياتك وبيخليك تضيع حاجات كتيره حلوه منك. نرجع تاني بقى للايجابيات. عارف ان الخوف ده ممكن يكون اكبر دافع ليك. انت وانت بتدرس بتبقى خايف ان انت ما تنجحش، وعلشان كده بتذاكر. وحتى وانت بتذاكر بتبقى خايف ان انت ما تجيبش درجات عاليه، فعلشان كده بتبذل مجهود اكبر من الطبيعي. وبرده الخوف من الفقر هو اللي بيخليك تشتغل وبيخليك تستحمل الروتين بتاع الشغل، اللي هو تصحى كل يوم الصبح تلبس وتروح لشغلك وتعمل نفس الحاجه كل يوم وبنفس الطريقه. بس انت جواك عارف ان انت لو وقفت هتبقى فقير، فعشان كده بتخاف من الفقر. بس مش كل الخوف مفيد. في نوع من الخوف اسمه الخوف الوهمي، زي ان انت تخاف من خطر حواليك مع ان الحقيقه مفيش حاجه اصلا حواليك. تقدر تقول كده زي الاوفر ثينكينج. تلاقي نفسك بتفكر في حاجه بزياده، فمخك يبدا يحلل ويبدا يبني سيناريوهات كارثيه مش موجوده اصلا في الحقيقه. في نظريه في الخوف الوهمي اسمها تجربه قديمه بتساوي خوف جديد. انت ممكن تكون مريت بتجربه مؤلمه بالنسبه لك، وانت بتكون فاكر ان انت تخطيت التجربه دي، بس لما بتحصل كل مره حاجه شبه التجربه دي بتحس بنفس الخوف بتاع الالم القديم، مع ان الحاجات اللي بتحصل دي ملهاش علاقه بالتجربه القديمه اصلا. وعلى النقيض تماما، لما بتحس بحاجه ان في حاجه مشيت معاك بشكل مستمر بتفضل تكررها. زي بالظبط لما بتروح الامتحان بطقم معين وتلاقي نفسك ان انت حليت كويس في الامتحان ده، فتقول بس انا هعتمد الطقم ده في كل الامتحانات الجايه. ده بالظبط بيكون عكس الخوف الوهمي. وعلشان اختصر لك الموضوع، فبكل بساطه الخوف طول ما هو تحت السيطره هيكون صديقك الوفي ومنقذك الاول في مواقف كتيره، لكن لو قلب بوسواس هيكون اكبر عدو ليك. كده انا عملت اللي عليا، فاضل انت كمان تعمل اللي عليك. لايك وشير وسبسكرايب، وبس كده. سلام.